عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ الفيديو اللي فات كنت عملت لكم البالين، طريقه عمل البالين يعني بتتعمل ازاي. الفيديو ده هوريكم الكورساج اللي هيركب عليه البالين. هنبتدي الاول بالظهر. دي الفيانكينه بتاعت الجنب اهي، دي فيانكينه الجنب، ودي الفيانكينه اللي بيبقى فيها السوست. طبعا دي بتتخيط مع دي. هنشوف الطقات بتاعتنا. دي فيانكينه الجنب، دي الخياطه السنتي عليها طقه اهي. الفيانكينه بتاعت السوسته عليها طقه برضو بتاع السنتي. يعني بعمل طقات كده عشان يبان ان ده السنتي بتاعي. هنقفل الظهر وبعد كده ايه، نقفل الصدر، وبعد كده اوريكم بقى البالين بيركب ازاي على الصدر. نقفل على سنتي، خياطة الجنب اللي فيها 3 سم من هنا، وخياطة السوسته اهي، وهنا السنتي اللي قفلنا بيه الفيانكينه بتاعت السوسته في الفيانكينه بتاعت ايه؟ بتاعت الجنب. ومن هنا فوق الحته العريضه دي خلاص، دي اللي هيركب فيها ايه؟ اللي هيركب فيها التقفيل. تاني ادي الفيانكينه بتاعت السوسته 3 سم من هنا، ومن هنا سنتي. الجنب اللي فيه السنتي انا مدي عند ايه؟ مدي عنده طقوين. ادي الفيانكينه بتاعت الجنب 3 سم اهم بتوع الجنب، والسنتي بتاع الخياطه بتاعي في الفيانكينه بتاعت السوسته برضو مدي عنده طقوين. دي البطانه بتاعت الكورساج. الجنب التاني. يبقى كده احنا ايه، الجنبين اهو. دول جنبين الكورساج من الظهر، ومن هنا هيركب التقفيل. اتفقنا ان احنا بنقفل في البطانه، والبطانه والوش بتاع الكورساج حاجه واحده اهي، بس الفرق ان الوش بتاع الكورساج هيركب عليه البالين. ده الصدر، قصه النص اهي اللي فيها القب، الحرده بتاعت القب اهي، هنا هيركب التقفيله باينه قوي. ودي الفيانكينه اليمين والفيانكينه الشمال. قلنا بنشرب في الحته بتاعت القب دي دوران، يعني بصوا زي كسر صغيره كده، مش كشكشه يعني، تشريبه بسيطه كده. طبعا هيتفتح، هوريه لكم على المانيكير. اهي التشريبه بتبان هنا اهي، اهو بومبي الصدر لسه لا كوينه ولا عمل. الجنب التاني فيانكينه تحت ايه بشرب فيها ايه.
ده وش الكورساج اللي هو اللي هيبقى على الوش اللي هيركب فيه البالين. هناخده برضو هنقفله الظهر الاول. قصة السوسته مع قصة الجنب. معلش يا اخوانا بقى ايه كده هنقفل الصدر. معلش ما اقدرش ما اردش على مراتي انتوا عارفين عشان نعرف نخش البيت ونتسحر. كل سنه وانتم طيبين بقى. يعني بصور لكم بعد الفطار اصلا يعني عشان الواحد ما يتشردش، احنا داخلين على عيد. ادي الكورساج اهو، هحكيهولكوا واوريهولكوا بقى. البالين بقى هيركب هنا. هنزل لكم صوره الموديل في بدايه الفيديو عشان تبقوا عارفين احنا بنعمل ايه. يلا حكوي بقى وافتح وارجع لكم تاني. ازيكم عاملين ايه؟ بصوا احنا خلاص انا كويت وفتحت. هبتدي بالظهر بقى عشان اركب عليه البالين. هعلم الاول المسطره دي الماركه. طبعا القصه دي هو طبعا في ناس بتسال البالين يركب ازاي. هو عاده بيركب على القصات وفي بقى حاجات بتركب زياده وبيبقى على حسب الموديل اللي قدامك. يعني مش يعني هنا انا هعلم عليه بس هو اصلا الخط بتاع الخياطه باين اهو يعني هركب على الخط ده. وبعد كده باجي هنا انا بعمل بقى قيمه لنفسي. انا هنا هقفل 3 سم بتاعت الجنب بتاع الظهر في الجنب بتاع الصدر خلاص. فانا بعمل قيمه لنفسي. عرض المسطره دي 3 سم ونص. هاخد من هنا مثلا ايه 5 سم نقوله 6 عشان تبقى ايه راميه شويه كده. ماشي 6 سم ممكن نزودها والله شويه عشان الشكل بس مش عشان يعني انا مش هي طبعا كده كده بتشد الظهر كده. انا علمت اهو خلاص. يعني هو عرض المسطره 3 سم ونص من تحت على 7 سم فوق. زيهم الناحيه الثانيه لا هنا عشان في السوسته والتضييق فانا اخد على مساحه اصغر شويه. اخد مثلا ايه هنا في سوسته فتضييق ممكن يبقى التضييق من عند السوسته فدي 3 سم وفي 3 سم. يعني انا اعمل كده اقول عرض المسطره مثلا كده. ابتدي بقى اعلم من وراها. طبعا افرض عايزين يضيقوا لا يبقى خلينا في الامان. خليها كده مثلا يا برضه هتبقى شكل. يبقى كده انا علمت اهو. هعمل هنا اهو هنا وهنا 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 خياطه السوسته. خياطه السوسته في 3 سم اهم بتوع الخياطه. وفي لو حد يعني لو حبينا نضيق عندك اهو في مكان تضيق فيه بعيد عن البالين عشان البالين ما يزولكش. وهنا 3 سم اللي هم هيتخيطوا في الجنب. بس يا رب تبقوا شايفين انا بتكلم في ايه اهو تمام. هنعلم بقى الجنب التاني ده الظهر. فاحنا بنطبقهم على بعض كده. طبعا برضو ايه عشان ما يتهزوش مننا بنحط دبوس. خلاص انا ظبطت هنا وظبطت خياطه القصه دي على القصه دي اهو اللي احنا مفتحينه اهو. هروح عامل كده عشان يبان عشان يبقى معروف القصات على بعض. ودي هو عامة انا ما بدبسهاش بس انا بقول عشان لسه بيبتدي عشان ما تتحركش من تحتين. عشان انا بضرب كده عشان ما تتحركش. يا رب يستر ما تكونش علمت وانا بضرب كده وخلاص. عشان ما تتحركش من تحت ايدي بس اهو عشان يطلعوا الجنبين زي بعض بالظبط اهو. وهتلاقي ايه نخبط كده ونعمل ازعاج. خلصنا الجنبين متعلمين. الجنب ده متعلم وده هنتقل عليه شويه اهو. هنتقل على ده شويه
هنبتدي بقى ايه نركب. اهو البالين اهو، البالين اللي احنا دككناه. هنيجي من هنا اهو، البالين جوه اهو، هنيجي من هنا. طبعا انا بلسع البالين بس هلسعه بعيد عن الكاميرا عشان خاطر التصوير. انا باجي اروح عامل ازاي اهو، هنا القماش اللي هو الجراب بتاع البالين على قده، فاروح انا ساحب كده شويه، ساحب كده شويه، وساحب كده شويه، هروح قاصص، وبعد ما اقص اروح لاسع البالين من هنا اهو. انا بقص اهو، طيرت حته، هلسع بقى البالين بعيد عن الكاميرا وارجع لكم اهو. ليه بقى لسعت البالين؟ انا لسعت البالين هنا عشان ما يبقاش مخربش، وعشان ما ينسلش، عشان ده النسيج في بلاستيك، عشان لما اجي اسحب عليه كده ده خلاص انا داخل بيه جوه، هنا يبقى هنا فاضي، وهنا ما يجيش من هنا وهو منسل او البلاستيك طالع يروح قاطع الشريط بتاعه. هنا بقى برضو ايه عندي هنا دي ايه منسله شويه، طبعا انا بطلع انا عايز هنا فاضي، عايز هنا فاضي، عايز البالين يبقى جوه شويه. ليه بقى؟ عشان لما اجي اركب لازم يبقى الجزء اللي فوق فاضي، عشان انا عندي هنا خياطه سنتي او سنتي ونص بركب فيهم التقفيله، وبركب فيهم البطانه اللي انا هقلب بيها من جوه اللي هتنضف، فلازم يبقى ايه وانا بتني كده هو يبقى مفيش بالين، والا هبقى اضطر اتني بالبالين، والبالين مش هيتنى معايا وهيقرفني ويفز ويكسر ابر في المكنه وممكن ما تخيطش عليه المكنه اصلا. يبقى انا لازم الجزء اللي هنا حوالي صبع اللي هو سنتي او سنتي ونص، احنا بنسيب بالزياده بقى يبقى فاضي. برضو ايه انا برضو ايه بعمل استحراسي، اروح ملسعه بره كده خلاص بقى جوه البالين اقصر من الشريط ولاسعه، عشان خاطر لما يجي في الايجار ما يطلعليش من هنا وينسل زي الجوميه، هو في بلاستيك. وهنا نفس القصه، فانا باجي بقى وانا بثبت هنا اهو، هنيجي بقى ايه نقرب على المكنه اهي. انا عندي هنا ده فاضي، جيت هنا حطيت البالين على الطرف، هنا في جزء فاضي اهو كبير اهو، ستان، شريط ستان من غير البالين اهو بادي من هنا، بص قد ايه تقريبا صوبع هنخيط على الطرف، نزلنا اهو كده الابره، راح جايين واخدين ايه فرماتوره، وراح جايين بقى ايه اهو البالين في ايدي اهو اهو البالين في ايدي، انا هركب هنزل كده هو المفروض اخد نفس الاتجاه من الناحيه الثانيه، بس انا المكنه عندي فيها حاجه بتقطع، فانا ايه هاخد العكس، اجي من هنا اروح نازل تمام. القصه اللي في النص هنعمل نفس القصه اهي، البالينه حلوه قوي، مش محتاج بقى ايه اقصر منها، يعني حاجه بسيطه ان انت تلسع البالينه، يعني خلي شغلك نظيف يعني، بس عشان من جوه يعني حرام، عشان بعد كده الفستان لما يتأجر ما تلاقيش حاجه طالعه لك كده، قطع لك الستان اللي هو الشريط الستاني بس اهي. دي القصه اللي في النص، ويا دوبك انا ما كانش عندي بالين فمدكك وصلت لغايه هنا، هي كده ايه الشريط يا دوبك يعمل واحده تانيه، هنا فاضي اهو، شايف كده يا عم؟ ان شاء الله شايف. اروح نازل بايه؟ نازل بالابره كده، اروح اعمل كده، جاي هنا، ده هنا بقى خياطه ايه؟ الخياطه ما بين الفيانكينه بتاعت السوسته والفيانكينه بتاعت الجنب، دول بتوع الظهر، جاي بالراحه كده
جاي ايه نازل من هنا واخد العكس. ما كنتش عايز اخد العكس بس انا قلت لك المكنه ايه في حاجه بس ايه مش عارف ايه. نيجي الميكانيك يشوفها. ادي التاني فاضل واحده كمان. نروحوا جايبين شريط تاني طالعين كده. طلعت هطير طيرت حته زياده. انا عايز افضي حته. انا بطير هنا ولا الساعه افضي حته اهي. فضيت حته في الستان شريط الستان عشان لما اجي اركب من هنا اهو. هنا كده لما اجي اركب اهو انا كده ايه عايز هاتني بسهوله اهو. هاتني بسهوله. لكن بقى لو الشريط ده واصل للاخر وجيت هنا هتني يا عم الحاج مش هيتنى معاك. مش هيتنى هنا كده مش هيتنى. يبقى الحته اللي بركب منها فاضيه اهي. فاضي وبقيه البالين من جوه مسيح طرفه عشان خاطر ما ينسلش ويطلع لي من هنا. ما يطلعش البلاستيك بتاعه من هنا وراح جاي مركب عشان لسه في تقفيله هتركب فوق. ما تبقاش الدنيا متكلكعه. التقفيله والتنظيف اللي هو البطانه تبقى ماسك الشريط في ايدك وتنزل بيه كده. مش تحطه لي بقى وماسكه كله كده لا هو الشريط كده كانك بتركب السوست. كده بالراحه. مش لازم سرعه يعني مش لازم تبقى طيار يعني فاهم. طيار يعني راكب موتوسيكل يعني اهو. ادي كده الظهر خلاص. اللي بعد كده الظهر يا معلم ماشي كده تمام ومية مية. هنعلم بقى الصدر ونشوف طريقة تركيبه ازاي. بس احنا بنعلم الكورساج. طبعا انا بصور العكس. ادي الكاب اهو الهارت اهو وده تحت. ده تحت اهو في الكورساج. فبناخد النص من تحت كده. النص طلع 10 وبنوصله بايه؟ بالهارت. بالحردة بتاعت الهارت بالبوزة اللي في النص. ادي كده ايه؟ ادي اول علامة. عملنا كده خلاص. هنيجي من هنا بقى. بصوا احنا زي ما اتفقنا احنا قلنا البالين بيركب على القصة كده لغاية تحت. ده الكورساج ده هيبقى مختلف ان البالين بعد ما يمشي على القصة لغاية هنا مثلا خلاص بعد ما بنبيس الصدر هيجي يروح داخل كده. داخل كده شوية خلاص. طبعا ادي ايه؟ ادي البالينة التانية اهي. المسافة اللي فوق هنا هنقيسها كده 9 سنتي ونص. هنقوله ايه؟ هنعلم على ايه؟ اهي 4 6 من 10 4 7 من 10 كده اهي تقريبا. واخدين دي كده من تحت. قلنا كل علامة من دول كل خط من دول نص سنتي. يعني من هنا لهنا نص سنتي من هنا لهنا نص سنتي من هنا لهنا نص سنتي. فانا بحدد بيها بالمسطرة من غير ما لازم بقى لسه اعلم اهو. يعني انا عديت ادي ايه؟ ادي كده 1 2 3 ادي كده سنتي. 1 2 3 ادي كده 2 سنتي. اروح جاي من هنا اعمل كده. سنتي خلاص. هنعلم هنا نفس القصة. المسافة دي من هنا لهنا كام؟ 4 ونص 4 و6 من 10 4
6/10 اهي كده. خلاص، جايين من هنا واخدين المسطرة وداخلين بيها كده ايه، تبقى 2 سنتي ونص. الخطين اللي في النص عندنا خط هنا، خط هنا، وخط هنا بالين. هنا بقى ده كده كده اصلا مش لازم ارسم عليه، بس انا باجي لغايه حته معينه ببتدي اخد نفس القصه. يعني هنقيس من هنا مثلا 11 او 10 سنتي ونص اهو، علمتها اهي. هاجي من هنا برضو 10 سنتي ونص، يعني نفس القيمه من هنا هي من هنا، رحت معلمها. هاجي بقى اخد نفس القيمه دي، القيمه دي 2 سنتي زي ما اتفقنا. اروح جايين من هنا كده ونخليها 2 سنتي ونص. هتبان بقى في التركيب ان انا بقى ماشي كده وبعد كده اروح داخل كده، مش هكمل على الخط. المفروض اكمل على الخط، لا انا هخش كده عشان اللي وراه هيبقى كده ويخش هنا. خلاص، يعني تقريبا اهي ادي 3 ودي 4، مش مشكله، انا بوصلها في التركيب. هنا هعمل نفس القصه، 3.4 اهو. قشطه. هنا بقى خمسة سنتي، هناخد من هنا كمان 5 سنتي. نبتدي بقى ايه، انا عايز انزل هنا، بعلم كده كده، ببتدي ايه اطلع. علمت الجنب ده ان شاء الله يطلع مظبوط. ده الوحيد بقى اللي بخبطه الناحيه التانيه، عشان ده انا معلمه كده افتكاسه بالشكل يعني. ده الوحيد اللي بطبقه كده، بطبق الاتنين على بعض كده واخبطه عشان اشوف يبقى زي التاني. قشطه يا معلم. اهو كرسجة. ماشي، هركب بقى البالين مع بعض.
اهو الكورساج اهو هيتكوى طبعا، هوريكم على المانيكان وهركب فيه كاب. في ناس ما بتركبش كاب في اللي فيه البالين دوت، بس عشان المنظر هو معروض على ال بتاع ده على الشماعه. هو ده الكورساج، هصور لكم صورته وهنزلها لكم في اخر الفيديو. السلام عليكم، استنوني الفيديو الجاي. الكورساج خلاص اهو، البالين طبعا احنا فوق هنا، فوق في الجزء ده هنركب تقفيله، هنركب تقفيله ستان وعليها تل عشان الكم هيبقى تل وتحتيه ستان برضه، وراكب عليه قماش متطرز. خدتوا بالكم هنا؟ يعني المفروض امشي انا بدي كده 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 لغايه تحت، لا هي احنا مشينا بيها كده كده ودخلنا بيها الجنب ده، ودي نفس القصه، بدل ما تاخدها وتنزل بيها كده دخلنا بيها ونزلنا بيها هنا. تمام.